هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي نقدم لكم فقرات برامجنا لهذا اليوم 12 من شهر يناير لعام 2019. والبداية تعليق سياسي بعنوان السياس أفورقي والعبث المستمر بقلم الأستاذ علي جبيب. السياس أفورقي والعبث المستمر. في المقابلة الأخيرة لرأس النظام التي لا ندري دوافعها، غير أنها كانت استمرارا للعبث الذي يمارسه منذ أن اعتلى السلطة في 91,900 فالشعب الإريتري الذي ذاق الأمرين في ظل نظام الهكذا في سيء الصيد يعلم جيدا بأن الفرج لن يأتيه من حاكم زمانه وزمرته الإقصائية. لذلك ظل يراقب بحذر مبادرة رئيس الوزراء الأثيوبي دكتور أبي أحمد من خلال محاولته لإسدال الستار على حالة اللا حرب واللا سلم التي كانت وبالا على الشعبين. إلا أن ما وقع على الشعب الإريتري من جراء ممارسات النظام الاستبدادي لم يكن بسبب الحروب مع دول الجوار التي صنعها بسياساته الرعناء لخدمة مشروعه القومي، لأن معاداته لحقوق الشعب الإريتري ابتدأت منذ اليوم الأول لاعتلائه لسدة الحكم، ولم يكن حينها نظام الطاغية في حالة حرب مع أحد. الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم أن رئيس الوزراء الإثيوبي دكتور أبي أحمد أراد من خلال مبادرته أن تكون إحدى نجاحاته التي قد تمكنه من تثبيت دعائم حكمه، وهو حق مشروع وهدف نبيل لخدمة شعبه، ولكنها في المقابل كانت مع الرجل الخطأ والتوقيت الخاطئ حسب وجهة نظر الكثير من المراقبين. لقد جاءت مقابلة أفورقي لتؤكد للشعب أنه لم يكن هناك ما يستحق الانتظار بغرض الإفصاح عنه من هذه الطاغية، على خلفية عملية السلام المتسارعة من ترسيم للحدود وتحديد مصير السجناء وتقنين الخدمة الإلزامية كأولويات واستحقاقات ملحة وعوامل أساسية لجعل السلام ممكنا ومقبولا من الجميع. بل كعادة الرجل وفي بداية حديثه الذي لم يكن مفاجئا لأحد، قال أن ما يطالب به لم يحن أوانه بعد، ما يعني أن هذه المطالب ليست ضمن أولويات السلام المنشود من قبله. واتجه حديث السياس الغوغائي عن السلام إلى ترديد اسطوانة الاستهداف الخارجي وعدم رغبة الويان في السلام ومحاولاتهم الدائمة لعرقلة الاستقرار، والإسهاب في الحديث بضرورة التفكير في وعاء أوسع والسعي للعمل ضمن القرن الأفريقي الجديد الذي حدد أن تكون إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان والسودان والصومال وجيبوتي هي دوله المؤسسة، ظنا منه أن هذا التخبط سيسقط عنه ولو إلى حين الوفاء باستحقاقات الداخل. ورغم محاولاته المستميتة للظهور
بمظهر المنتصر والقوي، إلا أن الارتباك وعدم الرضا والخوف كان واضحا عليه. المقابلة في المجمل أعطت رسائل واضحة بأنه لا سلام في المنطقة في ظل وجود هذا النظام، لأن بقاءه يتوقف على استمرار التوتر الدائم في المنطقة واستمرار تعذيب الشعب الإريتري والتنكيل به حتى لا يثور أو يثأر لنفسه. وبما أن دوام الحال من المحال، فحتما سوف يأتي اليوم الذي يرحل فيه نظام الطاغية وزمرته الإقصائية، ويلحق بركب من سبقوه من الطغاة والحكام الفاسدين. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. في ما يلي نقدم إليكم قراءة حول عملية اغتيال سبحة إفريم الجزء الثاني والأخير بقلم المناضل أحمد القيسي. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. استطرادا خبر العيار الثقيل حين تكون الوطنية بلا ملامح وتشخيصها قائم على عقد هنا وتبريرات هناك، يصعب معه أن تعتمد مقياسا محددا أن تطلق مفهوم الوطنية على مجموعة ما أو شخص ما، مثال من واقعنا سابقا وحاليا. هناك تجمعات ذات بعد قبلي أقليمي أو حتى طائفي، ولكنها تحمل لنفسها مبررات وطنية، بعضها قد يكون مقبولا ومعقولا أيضا، بينما البعض الآخر ليس مرفوضا فحسب بل مستنكرا أيضا. لذا حين نطلق مفهوم الوطنية والوطني تبقى المسألة في حدودها النسبية وفق هذا المفهوم والزاوية التي نرى منها ونطلق الأحكام. لماذا هذه المقدمة وما ضرورتها؟ تقتضي الضرورة أحيانا، ولا سيما في واقعنا الملتبس والمركب وقضايانا المأساوية في كثير من الأحيان، هو أن نكون حذرين جدا في إطلاق الأحكام بناء على ما تقدم. يمكن لي ومن خلال المعايشة والتجربة مع الجنرال المقدور به أنه كان وطنيا إريتريا، برغم من الاختلاف حول مفهومنا المتباين للوطنية، خاصة في شأننا الداخلي. وللأمانة التاريخية لقد لعب الرجل دورا كبيرا ما بعد المؤتمر الأول للجبهة لإيصال الجبهة الشعبية لما وصلت إليه لاحقا، إلا أن ذلك لا يعفي الرجل من الدور السلبي في بناء الأسس الخلافية التي عصفت بشكل سري وصامت أوصلت حال الجبهة والدولة لاحقا إلى ما وصلت إليه، بل الأنكى من ذلك ضياع تضحيات أجيال وتبخر أحلام شعب. في إطار هذا السياق تبرز الشخصية الطموحة للجنرال، ولكن بعيدا عن الاستغلالية والانفراد بلون متميز، وكان لا بد من وشاح يتعملق من خلاله، أو بالتعبير العامي وأعتقد أنه أكثر دقة: كن جبلا أو اتكئ على جبل.
ووجد في الدكتاتور ذلك الجبل. ومن باب الإنصاف فإنني أجزم أن هذا الانحياز والخضوع كان عن قناعة مطلقة، وليس موقفا انتهازيا فرضته طموحات جامحة كباقي العناصر وما أكثرها. كان الجنرال المغدور يتمتع بروح الفكاهة وسريع البديهة. هذه الموهبة ساعدت الرجل للوصول إلى قلوب الكثيرين من البسطاء الكوادر ومقاتلين عاديين، بل تجاوزت هذه الروح المرحة إلى الكوادر المتقدمة، فحين تثار قضايا كبيرة سرعان ما يعالجها بنكتة أو تعليق مرح. وشهادة للتاريخ، كان أكثر الناس عصامية في حياته الشخصية وملتزما كبيرا في علاقاته وحياته الشخصية قياسا للآخرين من القيادات في الجبهة الشعبية. وبعيدا عن السياسة والمواقف حيالها، فإن البعد الإنساني في شخصية الرجل مسألة تستحق الإعجاب والاحترام. أقدم شهادتي هذه بناء على قضايا عشتها واختلفت معه حيالها. كمثال، حين كنا في مدرسة الكادر أنا والأخ هيل درع، قدم إلينا الجنرال وطلب منا أن نقبل أعدادا من الميليشيا التي كانت تتبع لسلطته كمسؤول عن الجماهير. ورفضت الفكرة، لأنه لا يعقل أن تكون دورتهم إلى جانب المقاتلين، فالقضايا تختلف وربما تسبب إحباط عند البعض، ولذا يستحسن أن تضع لهم برنامجا خاصا وتتولوا العملية بأنفسكم. ولكنه أصر وحسم المسألة بمبرر إن الجميع يموتون من أجل قضية واحدة، فما الداعي أن تتنوع ثقافتهم؟ ثم إن من نرسلهم سوف يكونون عناصر يمكن لهم أن يتماشوا مع برنامج مدرسة الكادر. المهم، قبلت الفكرة مبدئيا، ثم قدم قائمة بالأسماء، وما أن استلمت القائمة حتى صعقت، فقد كانت القائمة بالتقريب 3/4 أسماء إسلامية من مناطق مختلفة. وقلت: ما هذا؟ هل تريد أن تعلم هؤلاء الناس نظرية داروين، وأن جدهم الأول يعود إلى سلالة القرود، ثم تضيف إلى ذلك المنهج الماركسي وصراع الطبقات؟ هذه قمة في التطرف. ثم أين هم التجرين وأخواننا المسيحيين في القائمة؟ كانت الإجابة مفحمة، حيث قال لي: هؤلاء بالفطرة ديمقراطيون، قد يقبل ما تقدمه من دروس أو يتحفظ، ولكن التقنية بحاجة إلى مشوار طويل فقط كي تنزع منه روحه الإقطاعية، فالأفضل لكم أن تقبلوا بهؤلاء. المهم، قصتي مع هؤلاء الآباء الأفاضل بحاجة إلى سرد طويل، لأنها عبرة لعظمة هذا الشعب. خلاصة القول أن سبحة إفرينكا صاحب علاقة متميزة بالجماهير العادية، وقد تعلم منها الكثير. أما عن موهبته الفكاهية، هناك حادثة ما أن يذكر اسمه حتى تحضرني حالا، تعليقه على الموقف وتجدني مبتسما برغم أن عمر الحادثة والموقف 25 عاما بالتمام والكمال. فقد صادف أن التقينا في تشييع جنازة أحد رموز الثورة الإريترية بلا منازع، رجل عاش في الظل لا يعلم عنه إلا الذين عرفوه عن قرب. عطاؤه للثورة والشعب يتجاوز التضحية بالروح والنفس. تخرج على يده جيل كامل من الكفاءات الفنية. كان مدرسا في المعهد الفني في بحر دار وتولى إدارته. جاء إلى الثورة في سن متقدم لم يعجزه سنه المتقدم. أسس الكلية الفنية في الميدان، وأصبحت الكلية الفنية العمود الفقري في تخريج الكفاءات الفنية في كل المجالات. رجل بسيط في مظهره وحياته. لم أشاهد في حياتي مقاتلا يمشي حافيا سوى العم وجرجة. عرف بهذا الاسم. لا تهمه السياسة بقدر اهتمامه بالتعليم. جمعتني صداقة بهذا الشهيد العظيم. وإلى هذا الرجل يعود الفضل الأول والأخير في الاستخدام الأمثل للأسلحة التي كان يحصل عليها الجيش في المعارك،
وتطويرها وحسن استخدامها. بعد الاستقلال بفترة وجيزة استشهد جورجيا بعد صراع طويل من مرض في الكبد، وشاءت الصدف إنني كنت إلى جانب سبحة إفريم، وفجأة لفت نظري طابور من أطفال يتقدمون موكب الجنازة وهم يحملون المباخر وملابسهم موحدة، ثم يتبعهم مجموعة من القساوسة. وبصورة عفوية التفت إلى سبحة وسألته: من هم هؤلاء الأطفال؟ التفت إلي وقال: أنت لا تعرف هؤلاء الأطفال؟ قلت: لا. قال بهدوء: هؤلاء أوبريترات القساوسة، أي هؤلاء سلاح الإشارة للقساوسة. ولم أتمالك نفسي وضحكت، وكان الموقف محرجا مما دفعني لتغيير موقعي حتى لا تأتي نكتة أخرى وفي وسط جنازة رجل له كل ذلك الاحترام والتقدير. إلا إن الجنار في حكم المنتهي، اتفقنا أو اختلفنا. يبقى السؤال: من الذي قام بهذه المحاولة؟ الأنباء الأولية وشبه المؤكدة تقريبا أن جبهة تحرير التجراي الوياني هم من قاموا بالمحاولة، وذلك يحمل أكثر من دلالة. فقد أرسل الدكتاتور جيشا كاملا من رجال الأمن والقوات الخاصة إلى تجراي وباقي المناطق، كما إن الآخرين فعلوا نفس الشيء حين فتحت الحدود على مصراعيها. وهناك مئات الخلايا النائمة بانتظار الإشارة. والسؤال: هل المسألة ستقف عند حد التصفيات المتبادلة، أم إن نواقيس الحرب وأجراسها بدأت تقرع؟ ختاما يمكن القول إن الرصاصات التي وجهت إلى جبهة الجنرال لم تصبه لوحده، بل أيضا أصابت ذلك السلام الهش الذي تقنوا به ورقصوا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. إنها المأساة واللعنة سوف تبقى قائمة طالما بقي هؤلاء البشر على قمة صنع القرار السياسي ودعمه. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. أنا لا تيأسم وأبويا يلكم، أنا لا تيأسم وأبويا يلكم، باتر واتساقم نية الشعب تتمم، باتر واتساقم نية الشعب تتمم، طيور قوة حوال الأزم كبير ذي يفهمم، طيور قوة حوال الأزم كبير ذي يفهمم. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مجددا. وصلنا إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 12 من شهر يناير لعام 2019، والآن مع حوار الوفاق ومع البروفيسور جلال الدين محمد صالح بعنوان آفاق التغيير في ظل التحولات السياسية في منطقة القرن الأفريقي، وبصحبة الزميل الحسن إبراهيم. متابعة طيبة نتمناها لكم. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. من إذاعة الوفاق نرحب بحضراتكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج حوار الوفاق. أنا الحسن إبراهيم أسعد بصحبتكم في حلقة هذا اليوم، والتي هي بعنوان آفاق التغيير في ظل التحولات السياسية في منطقة القرن الإفريقي. بحلول مايو القادم من العام 2019 يكون نظام الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سابقا والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الهجدف حاليا يكون قد أكمل عامه 28 من القبضة الحديدية على إريتريا، بعد أن تم تحرير كامل التراب الإريتري من المستعمر الإثيوبي، لتتحول البلاد من قبضة الاستعمار الأجنبي إلى قبضة الاستعمار الوطني، كما يقول الخبير الإعلامي الإريتري أحمد شريف، حيث نكل النظام بكل من أبدى رأيا مخالفا له من داخل التنظيم أو خارجه، بما في ذلك قيادات في الصف الأول في الجبهة الشعبية نفسها. وتمثلت صور إسكات الصوت المخالف بالإخفاء القسري والإجبار على ترك البلد والتصفية الجسدية. وأصبح النظام في إريتريا من أسوأ الأنظمة في العالم في ملف حقوق الإنسان، ما دعا المنظمات الحقوقية العالمية لإطلاق وصف السجن العملاق على إريتريا. وفي ظل صعوبة مقاومة النظام من الداخل، تجد المعارضة في الخارج مساحة لا بأس بها من التحرك
خاصة في الغرب. في هذه الحلقة اليوم نحاول طرح بعض الأسئلة. ما هو مصير المعارضة الإريترية في أثيوبيا في ظل التحولات السياسية التي يشهدها البلد؟ ما هي الوسيلة الأنسب لتغيير النظام في إريتريا؟ هل استعصى التغيير من الداخل بعد أن تمكن النظام من التخلص من أبرز خصومه؟ وهل التغيير من الخارج ما زال ممكنا في ظل تشتت المعارضة وغرق دول الجوار في وحل أزماتها الداخلية كالسودان أو انشغالها بالتنمية كأثيوبيا والصومال وجيبوتي؟ كيف يتكامل دور المعارضة في الخارج مع الحراك الشعبي داخل إريتريا؟ لمناقشة هذا الملف نستضيف اليوم في برنامج حوار الوفاق البروفيسور جلال الدين محمد صالح، رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. أهلا بكم بروفيسور جلال الدين محمد صالح في إذاعة الوفاق في حلقة جديدة من برنامج حوار الوفاق. دعني أبدأ معك بسؤال عن مآل المعارضة السياسية الإريترية والتي كانت تتخذ من أثيوبيا مركزا لأنشطتها في معارضة النظام. الآن وقد تغيرت الأوضاع في أثيوبيا بصعود دكتور أبي أحمد إلى السلطة، تراجع نفوذ جبهة تحرير تجراي الويانة في أثيوبيا وهي التي كانت تمسك بملف المعارضة وتستخدمه كورقة ضغط على النظام كامتداد لحالة الحرب التي نشبت بين النظامين في العام 1998. في ظل هذه المعطيات يعني ما هي خيارات المعارضة في أثيوبيا حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء شكرا للإخوة في إذاعة الوفاق المنبر الإعلامي الحر. أتمنى له النجاح والتوفيق في رسالته الإعلامية وأهدافه النضالية. فيما يتعلق بالسؤال الأول، خيارات المعارضة في إثيوبيا، من شأن السياسة التبدل في المواقف والتغير في الأحوال، وما حدث من تطورات في الساحة الإثيوبية يفترض أن يكون متوقعا وما كان ينبغي أن يكون مفاجئا. وإذا هذه التحولات ليس للمعارضة من خيارات متاحة الآن سوى الاعتماد على الذات ومحاولة توظيف بعض التناقضات المتاحة في المشهد الإثيوبي من خلال إعادة قراءة الأحداث. فعلى الرغم من كل هذه التبدلات التي تشهدها الساحة الإثيوبية بمجيء الدكتور أبي أحمد، فإن الأوضاع لم تستقر بعد، وأن مجموعة التجراي لم تفقد كل شيء وإنما معها بعض الشيء، وأن حاجتها إلى المعارضة الإريترية ما زالت قائمة، كما أن حاجة المعارضة الإريترية إليها باتت أكثر. ومع ذلك فإن أهم خيار للمعارضة الإريترية أمام كل هذه التطورات هو الاعتماد على ذاتها ببناء قوتها، بحيث تكون رقما لا يمكن الاستغناء عنه في حل مشكلات المنطقة العالقة، وإلا ستبقى عالة على غيرها يوظفها وفق مصالحه. ومعضلة المعارضة الإريترية في هذا ومشكلتها الأولى أنها أخفقت في كسب ثقة مجتمعها لعوامل عديدة المجال لا يتسع لذكرها الآن. وما لم تنظر إلى حل هذه المشكلة على أنها قضيتها الأولى، ما لم تنظر إلى مشكلة كسب ثقة المجتمع الإريتري على أنها قضيتها الأولى، فالأمر سيتردى إلى أسوأ فأسوأ. فبقية الخيارات التي أمامها هامشية وغير مؤثرة وحرجة، فالنظام خرج من عزلته نوعا ما، ودول المحيط الإقليمي تعاني من مشكلاتها الداخلية، والمعارضة ضعيفة لا يمكن أن تغري أحدا ولا يراهن عليها أحد. ومن ثم لا خيار أمام المعارضة الإريترية سوى إعادة بناء الذات بكسب ثقة مجتمعها واستغلال بعض الثغرات المتاحة. فالوضع في إثيوبيا ما زال متأزما، والأمور في تقييمي
تتقدم نحو التأزم أكثر من تقدمها نحو الانفراج في كلا البلدين إثيوبيا وإريتريا، ومحاولة اغتيال سبحة أفريم وزير الدفاع السابق تشير إلى هذا. أستاذ دكتور جلال الدين محمد صالح، الآن هناك تباين في وجهات النظر في أوساط المعارضة فيما يتعلق بكيفية مقاومة النظام والوسيلة الأنسب في ذلك. هناك من يرى في المظاهرات والتواصل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للضغط على النظام، وهناك خيارات أخرى عديدة، بل هناك من يذهب إلى أن الخيار الأنجع هو مقارعة النظام بالسلاح. هل الخيار الأخير وارد في ظل عدم يعني دعنا نقول شح الموارد لدى المعارضة الإريترية وإعراض دول الجوار عن دعمها؟ يعني برأيك ما هي الوسيلة الأنسب في مواجهة النظام في المرحلة الحالية وإسقاطه؟ فيما يتعلق بوسائل النضال المناسبة، ليس للنضال ضد الأنظمة الديكتاتورية أيا كانت طبيعتها مسار واحد يجب أن تلتزمه في كل الأحوال، ولكن واقع الحال هو من يفرض وسيلة دون أخرى. وفي الواقع الإريتري الثورة الجماهيرية بخروج الجماهير إلى الشارع كفيل بكسر جدار الصمت المضروب على الشعب الإريتري ودفع النظام إلى مآله المحتوم، مآل السقوط. ولكن لا يكون هذا إلا حين تتوفر شروط الثورة الجماهيرية، وهي شروط يصنعها النظام بإخفاقاته المتكررة، وتكون المعارضة في الوقت نفسه مهيئة في استغلالها بتحريك الجماهير وتثويره. ولا يحدث هذا إلا بحضور المعارضة في الداخل بين شعبها بقوة تنظيمها لعناصرها النشطة في الداخل، وبقوة آلياتها الإعلامية المؤثرة على الحراك الجماهيري، وبقوة خطابها السياسي المتوازن، ووضوح معالمه في حل إشكالية السلطة وتعقيداتها. وكل هذا يتوقف فيما قلته إجابة على السؤال الأول، وهو كسب ثقة المجتمع وفق استراتيجيات إعادة البناء ونقد الذات وقراءة المشهد السياسي بكل تحولاته قراءة عميقة تعتمد على المعلومات أكثر من اعتمادها على التنبؤات والتوقعات. وحتى الخيار العسكري لن يكون له جدوى ما لم يكن له سند جماهيري وإيمان مجتمعي وثقة الشعب بالقائمين به. إلى هنا نكون نحن وإياكم قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من لقائنا بالبروفيسور جلال الدين محمد صالح رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. إلى أن نلتقيكم في الجزء الثاني من اللقاء، تقبلوا تحياتي الحسن إبراهيم. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.